السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب تانية ثانوي. خدنا المحاضرة اللي فاتت الشعيرة الجذرية، وقلنا إن الشعيرة الجذرية بتعمل امتصاص للماء والأملاح المعدنية من التربة. النهاردة بقى جايين نقول إزاي الشعيرة الجذرية بتعمل امتصاص للماء والأملاح المعدنية من التربة. يعني إيه العمليات اللي بتحصل في الشعيرة الجذرية، أو إيه العمليات اللي بتحصل في الجذر من تحت بتخلي الشعيرة الجذرية تعرف إنها تعمل امتصاص للماء والأملاح المعدنية من التربة. النهارده هناخد آلية امتصاص الماء، والمحاضرة الجاية هناخد آلية امتصاص الأملاح. طيب يا عم قول لي بقى ايه آلية امتصاص الماء؟ يعني ايه الطرق اللي الشعيرة الجذرية بتعمل امتصاص بيها للماء من التربة؟ قلنا والله أول حاجة الانتشار، تاني حاجة النفاذية، تالت حاجة الإسموزية، رابع حاجة التشرب. يبقى أول حاجة الانتشار، تاني حاجة النفاذية، تالت حاجة الإسموزية، رابع حاجة التشرب. يبقى احنا دلوقتي لو عايزين نقول ازاي الشعيرة الجذرية بتعمل امتصاص للماء من التربة، هتقول لي والله يا اما بالانتشار، يا اما بالنفاذية، يا اما بالإسموزية، يا اما بالتشرب. يا اما بالانتشار، يا اما بالنفاذية، يا اما بالإسموزية، يا اما بالتشرب. أول حاجة هناخدها النفاذية، أول حاجة هناخدها النفاذية. عندنا جدار منفذ وجدار غير منفذ وجدار شبه منفذ. بص يا سيدي، انا دايما حوار النفاذيه ده بشبهه باصحابي. ففي واحد صاحبي قوي اخويا، فبيعدي لي كل المواقف، بنقول عليه جدار منفذ، بيعدي لي كل المواقف. وفي واحد صاحبه ولا انا بحبه ولا هو بيحبني، ما بنطقش بعض، ما بننزلش بعض من زور، فما بيعديليش ولا موقف، فهو جدار غير منفذ، مش بيعدي لي ولا موقف. وفي واحد صاحبي هوائي، ساعات بيعدي لي وساعات ما بيعديليش، على حسب مزاجه، على حسب اختياره. طيب نتكلم في صاحبي حبيبي اخويا اللي هو الجدار المنفذ اللي بيعدي لي كل المواقف. بص يا شباب، الجدار المنفذ من اسمه ينفذ ماء واملاح، يبقى الجدار المنفذ من اسمه ينفذ ماء واملاح. طيب الجدار غير المنفذ، طيب ركز بقى انت، لو قلت غير منفذ يبقى ايه؟ لا ينفذ لا ماء ولا املاح. يبقى الجدار غير المنفذ ده صاحبي اللي انا ما بحبوش، مش بيعدي لي ولا موقف، فبنقول ايه؟ غير منفذ، لا بينفذ ولا ميه ولا املاح. انما صاحبي الهوائي اللي هو الجدار شبه المنفذ، فيجي على الميه يعديها، يجي على الميه يعديها، اللي هي المواقف السهله، يعني بينفذ الماء. انما الاملاح بالمزاج بالاختيار، فيجي مثلا لو هو محتاج الاملاح دي بيدخلها، ولو هو مش محتاجها ما بيدخلهاش. فيجي مثلا على الاحماض الامينيه والسكريات ما بيدخلهمش. عارف ليه؟ عشان حجمهم كبير، مواقف كبيره ما بيعديهاش. يبقى الاحماض الامينيه والسكريات ما بيعدهمش بسبب كبر حجمهم. نقول تاني، عندنا يا شباب جدار منفذ من اسمه منفذ، يبقى بينفذ ماء واملاح. طب جدار غير منفذ يبقى من اسمه لا ينفذ لا ماء ولا املاح. وفي جدار شبه منفذ صاحب الهوائي، بيعدي حاجات وما بيعديش حاجات، فيجي يعدي الميه، انما الاملاح يعديها بالمزاج على حسب اختياره، على حسب مزاجه. فيجي على الاحماض الامينيه والسكريات ما بيعديهمش. عارف ليه؟ عشان حجمهم كبير. طب مين يا دكتور عندنا جدار منفذ في النبات؟ قال لك بص، تعالى افكرك بالتركيب الخليه النباتيه. بص يا سيدي، بره خالص في جدار اسمه الجدار السليلوزي، بره خالص في جدار اسمه الجدار ايه؟ اسمه الجدار السليلوزي. بعد كده هنخش جوه هنلاقي السيتوبلازم، بيغلف السيتوبلازم يا شباب غشاء مثقب اسمه الغشاء البلازمي، اللي هو غشاء الخليه، يعني من الاخر اسمه الغشاء الايه؟ الغشاء البلازمي. يبقى بره خالص عند الجدار، والجدار ده بيتكون من سليلوز، فبنقول عليه جدار سليلوزي. وجوه بيحوط لي السيتوبلازم غشاء اسمه الغشاء البلازمي او غشاء الخليه. عارف ليه سميناه غشاء بلازمي؟ عشان بيحوط السيتوبلازم، فسيتوبلازم بلازمي، فقلنا عليه غشاء بلازمي عشان بيحوط السيتوبلازم. بصوا يا شباب، الجدار السليلوزي ده يا شباب لما جينا شفناه داخل الخليه لقيناه بيعمل نفاذ للماء والاملاح. يبقى الجدار السليلوزي ده ينفذ ماء واملاح. طب ادام ينفذ ماء واملاح، احط طبع الجدار المنفذ ولا غير منفذ؟ يا دكتور بينفذ ماء واملاح يبقى جدار منفذ، يبقى الجدار السليلوزي يا شباب تبع مين؟ تبع الجدار المنفذ. يبقى انا لو قلت لك مين الجدار اللي بينفذ ماء واملاح في النبات، هتقول لي الجدار السليلوزي. الجدار ايه؟ السليلوزي. بس يا شباب عارف احنا لو جينا حطينا على الجدار السليلوزي ده ماده الكيوتين، عارف ماده الكيوتين اللي هي اصلا ماده غير منفذه للماء، ماده الكيوتين ماده ايه؟ ماده غير منفذه للماء. يبقى انا كده لو جيت حطيت على الجدار السليلوزي ماده الكيوتين اللي هي ماده غير منفذه للماء، هيصبح الجدار السليلوزي ده غير منفذ للماء. ليه؟ لان اصلا الكيوتين ماده غير منفذه. فلما احط
على الجدار السليلوزي كيوتين هيبقى غير منفذ للماء. طيب طبعا ممكن احط كيوتين او سيوبرين او ليجنين، لان الكيوتين والسيوبرين والليجنين يا شباب مواد غير منفذه للماء. يبقى انا دلوقتي لو قلت لك لو جيت رصبت على الجدار السليلوزي مواد زي الكيوتين او الليجنين او السيوبرين اللي هي اصلا مواد غير منفذه للماء والاملاح، هل الجدار هيدخل ميه ولا مش هيدخل؟ لا مش هيدخل. يبقى يا شباب مين الجدار غير منفذ؟ هتقول لي الجدار السليلوزي لما نحط عليه كيوتين او سيوبرين او ليجنين. يبقى هتقول لي مين الجدار غير منفذ؟ هتقول لي والله هو الجدار السليلوزي بس، هو الجدار السليلوزي برضه، بس لما نحط عليه كيوتين او سيوبرين او ليجنين. يبقى مين يا شباب الجدار غير منفذ اللي هو لا ينفذ ماء واملاح؟ دي الجدر المغطاه بالكيوتين او السيوبرين او الليجنين. يبقى مين الجدار غير منفذ؟ ده الجدر المغطاه بالسيوبرين او الليجنين او الكيوتين او السيوبرين او الليجنين. طب مين بقى الجدار شبه المنفذ؟ اللي هو ساعات بيعدي وساعات ما بيعديش على حسب مزاجه وعلى حسب اختياره. بص يا شباب الجدار الغير منفذ الشبه منفذ اللي هو بيعدي على حسب المزاج ده الغشاء البلازمي اللي هو بيحوط السيتوبلازم. الغشاء البلازمي ده يا شباب بيعدي الميه، يعني ما بيقولش للميه لا، يعدي الميه. انما يجي على الاملاح بيعدي بعضها والبعض الاخر ما بيعديهاش على حسب حاجه النبات. فيجي مثلا على الاحماض الامينيه والسكريات ما بيعديهمش عشان كبر حجمهم. ايه عشان كبر حجمهم؟ ايه حوار كبر حجمهم ده يا دكتور؟ بص يا سيدي، الغشاء البلازمي زي ما انت شايفه كده غشاء مثقب، يعني في خرام، في فجوات يعني. فلما يجي يعدي منه يا شباب حاجه مثلا زي الاحماض الامينيه حجمها كبير زي كده بالشكل ده كده اهو. فازاي الاحماض الامينيه هتعدي من الثقب ده اذا كان الحمض الاميني اصلا اكبر من الثقب ده؟ فما بيعرفش يخش من البوابه بتاعه الغشاء البلازمي. عشان كده نقول ان الغشاء البلازمي ما بيعديش الاحماض الامينيه والسكريات بسبب كبر حجمهم. بص الحمض الاميني اهو، بص ده حمض اميني ماشي، ما بيعديش ليه؟ ما بيعديش عشان مش عارف يعدي من البوابه، حجمه كبير فمش عارف يعدي من بوابه الغشاء البلازمي. فاحنا بنقول ان الغشاء البلازمي يا شباب لا ينفذ لا احماض امينيه ولا سكريات بسبب كبر حجمهم، لان حجمه اكبر من البوابات اللي موجوده في الغشاء البلازمي. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا والله عندنا خاصيه النفاذيه اللي هي من عمليات امتصاص الماء في الشعيره الجذريه. قلنا اول حاجه والله في جدار منفذ، ده جدار بينفذ الماء والاملاح زي مين؟ زي الجدار السليلوزي اللي هو يعني جدار الخليه من الاخر. طيب وفي جدار غير منفذ اللي هو لا ينفذ ماء واملاح، ده الجدر السليلوزيه المغطاه لما اجي اغطيها بقى بالكيوتين او السيوبرين او الليجنين. يبقى يا شباب انا لو عندي الجدار السليلوزي منفذ وعايز اخليه غير منفذ هعمل ايه؟ هحط عليه كيوتين او سيوبرين او ليجنين. يبقى مين الجدر الغير منفذه يا شباب؟ دي الجدر المغطاه بالكيوتين او السيوبرين او الليجنين، لان الكيوتين والسيوبرين والليجنين مواد غير منفذه للماء والاملاح. طب مين الجدار شبه المنفذ اللي هو ساعات بيعدي وساعات ما بيعديش؟ هتقول لي والله ده الجدار هو الغشاء البلازمي اللي هو ساعات بيعدي وساعات ما بيعديش على حسب مزاجه على حسب اختياره، فيجي على الاحماض الامينيه والسكريات ما بيعديهمش عشان كبر حجمهم. ويا شباب الجدار اللي شبه المنفذ ده بيعمل لي حاجه اسمها النفاذيه الاختياريه. عارف ليه بنقول عليه نفاذيه اختياريه؟ عشان هو بيعدي بالمزاج. يعني مثلا لو هو محتاج الاملاح بيعديها، ولو هو مش محتاجها ما بيعديهاش. يبقى هو بيعدي بايه؟ بيعدي بمزاجه، بيعدي باختياره. فاحنا بنقول بينفذ الاملاح لكن باختياره، بينفذ المواد لكن باختياره، فاحنا بنقول عليها نفاذيه اختياريه. يبقى الجدار شبه المنفذ ده بيعمل لي خاصيه جديده اسمها النفاذيه الاختياريه، اللي هو بيعدي لي الاملاح والمواد لكن باختياره بمزاجه هو، فبنقول عليها نفاذيه اختياريه. طب ممكن كده تقول لي يعني ايه نفاذيه اختياريه؟ هتقول لي والله دي خاصيه بتحدد مرور بعض الاملاح. يعني ايه بتحدد مرور بعض الاملاح؟ يعني تختار مرور بعض الاملاح عبر الغشاء البلازمي. يبقى هي خاصيه تحدد مرور بعض الاملاح عبر الاغشيه البلازميه. نقول تاني، هي خاصيه تحدد مرور بعض الاملاح. يعني ايه تحدد مرور بعض الاملاح؟ يعني تختار على حسب مزاجها، يعني تحدد مرور بعض الاملاح عبر الاغشيه البلازميه. نقول تاني، هي خاصيه تحدد مرور بعض الاملاح عبر الاغشيه شبه المنفذه اللي هي الغشاء البلازمي. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا النفاذيه. طيب تعالى بقى نخش على الاسموزيه اللي هي تاني طريقه عندنا. هو يعني ايه اسموزيه يا دكتور؟ بص من الاخر، الاسموزيه ان الماء والاملاح حجب كبير. الميه بتحب الاملاح. يعني ايه بقى الميه بتحب الاملاح؟ بص يا سيدي، مش الانسان بيحب الفلوس فيروح نحو الفلوس الكتير، صح؟ نفس الموضوع، الميه بتحب الاملاح فبتروح نحو الملح الكتير.
يبقى ادام الميه بتحب الاملاح فهتروح نحو الملح الكبير. يبقى بقى يا دكتور يعني ايه الخاصيه الاسموزيه؟ بص، الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء من الوسط ذو التركيز الاقل للاملاح الى الوسط ذو التركيز الاعلى للاملاح. نقول تاني، ايه يا دكتور الخاصيه الاسموزيه؟ هقول لك الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء من الوسط ذو التركيز الاقل للاملاح الى الوسط ذو التركيز الاعلى للاملاح. انجز كده وقول لي طريقه نخلص بيها. هقول لك ان الميه والاملاح حب كبير. يعني ايه الميه والاملاح حب كبير؟ يعني الميه بتحب الاملاح الكتير فتروح نحو التركيز الاعلى للاملاح، زي ما الانسان بيحب الفلوس الكتير فبيروح نحو الفلوس الاكتر. الميه بتحب الاملاح فتروح نحو الاملاح الاكتر. تعال بقى ناخد عليها مثال. بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي الاناء ده فيه 5% املاح، يعني تركيزه 5% املاح. عارف انت المحلول الملحي اللي تركيزه 5% املاح؟ يعني فيه 5% املاح، صح؟ والمحلول ده فيه 10% املاح، يعني تركيزه 10% املاح. قول لي الميه هتنتقل منين لنين؟ والله يا دكتور انت لسه قايل لي الميه بتنتقل من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. يعني من الاخر الميه بتحب الاملاح فبتروح نحو التركيز الكبير اللي هو ال 10% املاح. طيب عايز اسالك سؤال، هو ال 5% املاح ده بيقابله كام في المية ميه؟ هتقول لي والله بيقابله 95% ميه. مش احنا بنطرح من 100%؟ يعني دلوقتي لو عندي 5% املاح يبقى الباقي 95% ميه، صح؟ صح. طيب ال 10% املاح اطرح من 100% هيبقى يقابله كام في المية ميه؟ برافو عليك، 90% ميه. 90% ميه. طيب هو الميه انتقلت من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. مش ممكن اقول ان الميه انتقلت من التركيز الاعلى للماء الى التركيز الاقل للماء؟ مش هي نفس المعنى؟ من التركيز الاعلى للماء اللي هو ال 95% الى التركيز الاقل للماء اللي هو 90%. يبقى اقول بقى هو انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح عادي، اقل الاملاح الى الاعلى للاملاح عادي، او اقول هو انتقال الماء من التركيز الاعلى للماء الى التركيز الاقل للماء، هي نفس المعنى. طيب عشان نخلص الحوار ده كله انت هتقول كلمه واحده، ان الميه بتحب الاملاح. يعني الميه بتروح نحو الاملاح الكتير، بتروح نحو تركيز الاملاح الكتير. يبقى هو انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. اصلها بتحب الاملاح، اصلها بتحب الاملاح. طيب اخر حاجه يا شباب عايزين نعرف ايه الضغط الاسموزي. طيب صلى على رسول الله، مش الحركه دي يا شباب خاصيه؟ الحركه دي خاصيه. طيب انا عشان اتحرك محتاج ايه؟ محتاج طاقه. نفس الموضوع الخاصيه الاسموزيه ده يا شباب خاصيه. انا عشان اعمل الخاصيه الاسموزيه محتاج طاقه. الطاقه اللي انا محتاجها اسمها الضغط الاسموزي. الضغط الاسموزي يا شباب هي قوه ضغط، قوه الضغط دي المسببه لمرور الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. اقول تاني، الضغط الاسموزي ده يا شباب هي القوه او هي الطاقه اللي بتتحرك الميه من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. مش انا عشان اتحرك محتاج طاقه؟ يبقى برضو الميه عشان تتحرك محتاجه طاقه. طب ايه الطاقه دي؟ قال لك الطاقه دي والله موجوده في شكل قوه ضغط، فبنسميها بالضغط الاسموزي. يعني ايه بقى الضغط الاسموزي؟ هتقول الضغط الاسموزي هي الطاقه او هي القوه او هو الضغط المسبب لمرور الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. نقول تاني، الضغط الاسموزي دي القوه او الضغط او الطاقه المسببه لمرور الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. من الاخر انا عشان اتحرك محتاج طاقه، والعربيه عشان تتحرك محتاجه بنزين، الميه عشان تتحرك بالخاصيه الاسموزيه محتاجه الضغط الاسموزي. طب عايز اسالك سؤال، هو امتى الضغط الاسموزي يساوي صفر؟ والله يا دكتور الضغط الاسموزي يساوي صفر عند تساوي التركيزات. يعني هنا لو في هنا 10% املاح و10% املاح يبقى مش هيبقى في اختلاف في التركيزات. ادام ما فيش اختلاف في التركيزات يبقى مش هيبقى في اختلاف في الضغط الاسموزي، بالتالي مش هيحصل انتقال للماء. يبقى امتى الضغط الاسموزي يساوي صفر؟ عند تساوي التركيزات. طب يا شباب يبقى عند تساوي التركيزات الضغط الاسموزي بيساوي صفر. طيب لو انا شلت دي مثلا وخليت دي مثلا 20 وخليت دي 5، تمام؟ الضغط الاسموزي في ال20 اكبر ولا في ال5 اكبر؟ والله يا دكتور الضغط الاسموزي هيبقى في ال20 اكبر. طب ليه الضغط الاسموزي هيبقى في ال20 اكبر؟ لان الضغط الاسموزي يا دكتور بيبقى اكتر في الخليه اللي فيها تركيز اكبر للاملاح. يبقى الضغط الاسموزي يا شباب بيبقى اكبر في الخليه اللي بيبقى فيها تركيز
اعلى للاملاح، عشان كده الميه بتنتقل اليها بالخاصيه الاسموزيه. يبقى الضغط الاسموزي بيكون اكبر في الخليه اللي فيها تركيز اكبر للاملاح، عشان كده الميه بتنتقل لها بالخاصيه الاسموزيه. دلوقتي بقى عندنا شويه تدريبات كده على الخاصيه الاسموزيه. بص يا سيدي، انا لو عندي خليتين، دي تركيزها 10% ودي تركيزها 20%، الميه هتنتقل منين لمنين؟ والله يا دكتور انت لسه قايل لي ان الميه بتحب الاملاح، يعني بتروح نحو الاملاح ذو التركيز الاكبر. يبقى الميه هتنتقل من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح، يعني من 10% الى 20%. طيب لو عندي خليه تركيزها 10% محطوطه في محلول تركيزه 30%، ايه اللي هيحصل؟ والله اللي هيحصل ان الميه هتنتقل من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. طيب مين هنا اللي تركيزه اقل؟ الخليه. طب مين اللي تركيزه اعلى؟ المحلول. يبقى الميه هتنتقل من التركيز الاقل اللي هي الخليه الى التركيز الاعلى اللي هو المحلول. طيب تخيل كده معايا، لما الخليه دي تركيزها والميه تقل منها، ايه اللي هيحصل في الخليه؟ الخليه هتقل، حجمها هيقل، هتنكمش. يبقى لما الميه تخرج من الخليه الى المحلول، ايه اللي هيحصل في الخليه؟ هتنكمش. يبقى الميه لما تخرج من الخليه الى المحلول، الخليه هتعمل ايه؟ هتنكمش. نخش عندنا يا شباب في ثالث تطبيق عندنا، اللي هو انا نقلت نبات من تربه طينيه الى تربه ملحيه. طب التربه الطينيه دي يا شباب بتتميز بالايه؟ والله التربه الطينيه دي يا شباب بتتميز بان الميه بتكون فيها كتير. ادام الميه بتكون فيها كتير يبقى تركيز الاملاح فيها قليل، ولو يكن مثلا 10%، يبقى تركيز الاملاح هنا كام في التربه الطينيه؟ 10%، وتركيز الخليه هيبقى 15%. طيب ادام تركيز الاملاح 10% في التربه وتركيز الاملاح في الخليه 15%، يبقى الميه هتنتقل من التركيز الاقل اللي هو التربه الى التركيز الاعلى اللي هو الخليه، يعني الميه هتنتقل من التربه الى الخليه. جميل، ده اللي انا محتاجه. طب افرض بقى حطيت النبات في تربه ملحيه. يعني ايه بقى تربه ملحيه؟ تربه ملحيه يعني الملح فيها كتير والميه فيها قليله، فنلاقي ان تركيز الملح ولو يكن مثلا 30%، يبقى تركيز الملح في التربه الملحيه 30%، وتركيز الخليه لسه زي ما هو 15%. الله، انت يا دكتور عايز تقول ان تركيز الخليه هيكون اقل من تركيز التربه الملحيه؟ تركيز الخليه هيكون اقل من تركيز التربه الملحيه. يبقى ايه اللي هيحصل؟ والله الميه هتنتقل من التركيز الاقل اللي هو الخليه الى التركيز الاعلى اللي هو التربه الملحيه، يعني الميه هتنتقل من الخليه الى التربه الملحيه. طب تخيل كده معايا، لو الميه دنيتها تقل من النبات، تتشفط من النبات، تتشفط من النبات، نازله التربه، ايه اللي هيحصل في النبات؟ النبات هيذبل وهيموت. يعني انت بتاخد مني الميه بتاعتي، بتاخد سبب حياتي، فلما النبات تقل منه الميه تروح للتربه، تقل منه الميه تروح للتربه، هيذبل وهيموت. يبقى انا يا شباب لما انقل النبات من تربه طينيه الى تربه ملحيه غالبا بيموت. ليه؟ لان تركيز التربه الملحيه بتبقى اكبر من تركيز التربه الطينيه، فالميه بتنتقل من الخليه او من النبات الى التربه الملحيه، وبالتالي النبات هيذبل وهيموت لانه التربه خدت كل الميه اللي فيه. طيب تعالى بقى نقول احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان الاسموزيه يا شباب هي انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح، وقلنا ان ضغط الاسموزي هو الضغط المسبب لمرور الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح، وخدنا شويه تطبيقات. تعالى بقى دلوقتي نخش على الانتشار. هو يعني ايه انتشار يا دكتور؟ بص يا سيدي، الانتشار هو انتقال المواد او الايونات من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. يبقى الانتشار تاني هو انتقال المواد او الايونات من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. عارف دايما بشبهها بواحد نازل من السلم. واحد ايه؟ واحد نازل من السلم. وانت نازل من السلم تنزل منين؟ والله هو انا نازل من السلم بنزل من فوق لتحت، يعني بنزل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، بنزل من فوق لتحت، من اعلى للمنخفض، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. يبقى دايما انا بشبه الانتشار بواحد نازل بالسلم. طب اللي نازل بالسلم نزل منين؟ والله بينزل من العالي للواطي، من العالي للواطي، من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. يبقى انت لو نسيتها قول والله ده انا نازل من السلم. بنزل منين؟ بنزل من فوق لتحت، من العالي للواطي، من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. تخيل كده معايا لو رحنا جايبين كوبايه ميه، تخيل معايا لو رحت جايبين كوبايه ميه ورحت حاطط في كوبايه الميه دي نقطه حبر، ايه اللي هيحصل في كوبايه الميه؟ والله هنلاقي نقطه الحبر انتشرت في كوبايه الميه. يبقى انا لو جبت كوبايه ميه وحطيت فيها نقطه حبر هلاقي ان كوبايه الميه نقطه الحبر انتشرت في كوبايه الميه بخاصيه الانتشار. يبقى انا لما اجيب نقطه الحبر احطها في كوبايه ميه بلاقي ان نقطه الحبر انتشرت في كوبايه الميه بخاصيه الانتشار. الانتشار يا شباب هم كلمتين، هو انتقال المواد من التركيز الاعلى
الى التركيز الاقل. يبقى هي انتقال المواد او الايونات من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. اخر خاصيه معانا خالص يا شباب اللي هي التشرب. وايه التشرب دي؟ التشرب دي يا شباب مواد غرويه بتشرب الميه. يبقى التشرب دي مواد غرويه بتشرب الميه. عارف السفنج؟ مش السفنج بيشرب الميه؟ نفس الموضوع، المواد الغرويه دي بتشرب الميه. يبقى انا هلاقي في جدار الخليه مواد غرويه عامله زي السفنج تشرب الميه. زي مين؟ زي السليلوز. يبقى انا لو لقيت في جدار الخليه سليلوز هلاقيه بيشرب الميه. لانه ايه؟ لانه مواد غرويه عامله زي السفنج فبتشرب الميه. السليلوز او البكتين او بروتينات البروتوبلازم. وشباب المواد الغرويه دي عامله زي السفنج، فلما يجي عليها الميه يروح ايه؟ شفط الميه. زي مين؟ زي السليلوز والبكتين وبروتينات البروتوبلازم. احنا قلنا النهارده ان آلية امتصاص الماء بتحصل عن طريق الانتشار والنفاذيه والاسموزيه والتشرب. خدنا النفاذيه قلنا والله ان في جدار منفذ يعني بينفذ ماء واملاح، وجدار غير منفذ لا ينفذ ماء ولا املاح، وجدار شبه منفذ يعني ساعات بيعدي وساعات ما بيعديش، فبينفذ ماء والاملاح بالمزاج، وبيجي على الاحماض الامينيه والسكريات ما بيعديهاش بسبب كبر حجمها. زي مين يا شباب الجدار المنفذ؟ زي الجدار السليلوزي. زي مين الجدار غير المنفذ؟ زي الجدار السليلوزي لما اغطيه بالكيوتين او السيوبرين او الليجنين. زي مين الجدار الشبه منفذ؟ زي الغشاء البلازمي. بعد كده اتكلمنا عن الخاصيه الاسموزيه، وقلنا ان الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. ومن الاخر قلنا ان الميه بتحب الاملاح فبتروح نحو التركيز الاعلى للاملاح. وخدنا ان الضغط الاسموزي هو الضغط المسبب من التركيز الاقل للاملاح الى التركيز الاعلى للاملاح. خدنا الانتشار وقلنا الانتشار هو انتقال المواد او الايونات من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل. زي واحد نازل من السلم بينزل من فوق لتحت من الاعلى للاقل، يبقى من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. وخدنا في الاخر التشرب وقلنا التشرب هي مواد غرويه بتشرب الميه عامله زي السفنج. زي مين؟ زي السليلوز والبكتين وبروتينات البروتوبلازم. كده خلصت النهارده، خلصت يا شباب. اتمنى انك تعملي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو عشان اكبر عدد من صحابك يشوفوه، وافتكر ان الدال على الخير كفاعله. ويلا مع السلامه.